إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل، فذنبي كبير. السلام عليكم، واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده، وان شاء الله لا فيديو تاع اليوم هذه راح تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم في كويزين ام يوسف جبت لكم وصفه سهله بزاف وبنينه. اذا كما راكم تلاحظوا هنا معايا عندنا حبيبات فلفل حلو، عندنا كذلك ماش راح نقيدو بالعدد، فقط كل واحد يدير على حساب واش عنده، 5 6 حبات نورمال. عندنا كذلك حبيبات طوماطيش، وعندنا سنينة توم. اذا كما راكم تلاحظوا هكذا نقطعوا كل شيء اون دي ونديروهم في القدره، ما نحطوا عليهم لا زيت لا والو. كما نلاحظوا هكذا وحدهم يطلقوا الماء يطيبوا في هذاك الماء ديالهم. بعد شويه هكذا نغطوا عليهم، اشاك فوا نحلوا عليهم ونعاودوا نخلطوا هذا الخليط. كما راكم تلاحظوا في الاول ما نديروا لا فلفل اسود لا ملح، ما نديروا والو، ما نديروش لي زيبيس وما نحطوش الزيت كذلك، فقط يطيب في الماء ديالو اللي تطلقوا هذيك الطماطم. وما ننساوش نقصوا له النار، يعني راح يطيب على نار هاديه. في الاول فقط تكون النار شويه زايده باش يطلق هذاك الماء ديالو، ومن بعد نقصوا النار نخلوه فقط يطيب في هذاك الماء ديالو. فوالا كما قلت لكم اشاك فوا نحلو ونخلطوا حتى نشوفوا الماء بدا ينشف بشويه. اذا هنا حطيت عليهم شويه فلفل اسود شويه ملح ودخلته مع المكونات بيان سور، هكذا راح يدي الذوق تاع الفلفل الاسود. كما راكم تلاحظوا زدت لهم شويه زيت زيتون هكذا باسكو كلش طاب، يعني هو ماهوش ياخذ وقت طويل ويطيب لنا ويوجد لنا بسرعه. اذا هكذا ما نسموه احنا حميص، ما نسموه تشكشوكه، كما راكم تلاحظوا هكذا. فوالا هو عباره عن مقبله. اذا هكذا حاجه خفيفه نبداو بها الفطور ديالنا ولا العشاء ديالنا. انا فضلت نقدمه مع شوربه فريك وكما راكم تلاحظوا هكذا بوراك، وانتم تقدروا تقدموه مع اي طبق تاني. اذا كما قلنا هو سيتو نونطري نبداو به ونروحوا لحاجه واحده اخرى. اما بالنسبه للشوربه فريك والبوراك راح نخلي لكم لو لين تاعهم في صندوق الوصف. اذا ان شاء الله حبيباتي يكون عجبكم الطبق تاع اليوم او المقبله اللي درناها اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. اذا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش بلي كومونتير، لو بارطاج سورتو ما تنساوش. لي زابوني جدد معايا راح نقول لهم مرحبا بكم في قناتي، ما تنساوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس هكذا ليصلكم كل جديد. وما بقى لي غير نقول لكم استودعتكم في حفظ الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.